بسم الله الرحمن الرحيم. فيديو جديد وحلقة جديدة ومباراة النادي الأهلي ونادي يانج أفريكانز اللي انتهت 1-1 في الجولة الرابعة، والمفترض إنها كانت من الجولات الحاسمة في المجموعة دي، لأن النادي الأهلي لو كان كسب كان يتأهل للدور الثاني، ولكن بيتم تأجيل تأهل النادي الأهلي إلى ما بعد ذلك. مباراة اللي خلصانة من شوية، مباراة اللي كان عليها أحداث قبلها ب 48 ساعة من ساعة واقعة هروب وحط تحتها 100 خط إمام عاشور من السفر بداعي القمصة، وسيبك بقى من المتحور والمتحوش، تمام. والأحداث والميديا اللي راحت كلها مع إمام عاشور. النادي الأهلي النهارده بيبتدي بمصطفى شوبير، الأحق والأقدر إنه يحرس مرمى النادي الأهلي. قدامه ياسين وياسر، على اليمين هاني، على الشمال كوكا. نص الملعب ديانج ومروان عطية، قدامهم زيزو. على اليمين طاهر، على الشمال تريزيجيه، قدامه مروان عثمان أوتاكا الوافد الجديد. النادي الأهلي بيدخل المباراة بريتم هادي، ويانج افريكانز بيدخل برضه بنفس الريتم. الفرقتين بيستكشفوا بعض، كل فرقة فيهم عايزة تعمل ما هو بامتصاص حماس الفرقة التانية والاتنين ما عندهمش أي نوع من أنواع الحماس لعب المباراة أصلا. لكن بحكم إن يانج أفريكانز هو اللي محتاج المباراة ومحتاج إنه يكسبها، فاللي بيحصل كالآتي: إن يانج أفريكانز بيبتدي يستحوذ على المباراة دون قصد. يعني إيه دون قصد؟ يعني هو ما لقاش مشقة في إنه يستحوذ على المباراة، أو ما كانش فيه ندية من النادي الأهلي. النادي الأهلي متراجع، لا هو بيدافع ولا بيهاجم، لا هو بيستحوذ على الكرة ولا هو ساب الكرة برضه. والنادي الاهلي واقف في مكانه. يعني انا تقيل، انا هحاول ان انا افتك الكرة باقل مجهود ممكن. ويانج افريكانز برضه مش الفريق مرعب، ولكن يانج افريكانز بيلاقي نفسه ان هو ليدنج، عشان فقط النادي الاهلي هو اللي سايب له الليد ده. يانج افريكانز بيجيله كرة من ناحية اليمين، الراجل بيقطم على شماله، بيشوط كرة ممتازة. مصطفى شوبير بيصدها بشكل رائع. كرة تانية شبه انفراد للاعب يانج افريكانز اللي بيحاول يرقص ياسر، وفعلا بيعدي منه وبينفرد مصطفى شوبير ويبقى عايز يعملها بالعرض. مصطفى شوبير بيطلع يقفل الجول. مصطفى شوبير هايل ممتاز، بيتعامل مع كل كرة بشكل منطقي وموضوعي. كورته اللي طالعة على الأرض الكرة ممتازة، بيقدر يبني اللعب، مصدر امان وثقه لزمايله المدافعين. النادي الاهلي بيستقبل اللعب، ولكن ما تحسش ان في خطوره ليانج افريكانز، ما تحسوش انه فريق الشرس واللي عنده انياب حقيقيه. والاهلي كان في منتهى الاسترخاء، لانه حاسس الفرقه اللي قدامه مش الفرقه اللي هي هتعمل نوش. هيعرف يسير المباراه باقل مجهود، ويقدر انه ياخد اللي هو عايزه. على النقيض، النادي الاهلي مش عارف ان هو يعمل هجمه منظمه، لان دايما تحس ان لعيبه الاهلي مش عايز تاخد ريسك باس، وده ما ينفعش في عالم كره القدم. فبالتالي في كوره الوحيده اللي اتعمل فيها ريسك باس كان من مروان عثمان اوتاكا، بيلعبها ثرو باس جميل جدا لاحمد سيد زيزو اللي بينفرد بالمرمى، ولكن بيلعبها بالعرض بشكل غريب جدا لتريزيجيه البعيد عن الكوره. فالكوره بتروح في فرصه مؤكده لو كانت لعبت بشكل ممتاز، وكان مطلوب من زيزو انه ياخد الريسك ويشوط الكوره، ولكن تحس ان ما حدش عايز ياخد الريسك في المباراه دي. بترد الهجمه لفاول لفريق يانج افريكانز من على بوز ال 18 كده، او متطرفه ناحيه شمالنا او ناحيه يمينهم. بتتلعب على طريقه منتخب مصر في مباراه بوركينا فاسو، في مباراه جنوب افريقيا في فاينل 98. الكره اللي بتباصي 1 2 3، بتتلعب بالعرض، بتتلخبط، والراجل المدافع اللي مكمل في الكرة بيروح يحط الجول الاولاني. يانج افريكانز بيتقدم في توقيت رائع جدا في دقيقة تقريبا 45 من الشوط الاول، هو نفس التوقيت اللي محمود حسن تريزيجيه حط الجول بتاعه في مباراة الذهاب. يانج افريكانز بيحصل له زي نوع من انواع الصحوه. النادي الاهلي تحس انه ماشي اوكي، جبت جول تمام، ما فيش اي رده فعل من النادي الاهلي. بيخلص الشوط الاولاني، بتبتدي الشوط الثاني من غير اي تعديلات ولا اي حاجه، ولكن الاهلي زق شويه لقدام، زق شويه. يعني هو ايه، بدا ياخد الكرة بشكل اوضح، او بدا يستحوذ على السكند بول. وفي المقابل يانج افريكانز طبعا مش مصدق انه متقدم. ما فيش خطوره للنادي الاهلي تذكر تماما. هي كرة واحدة حاول تريزيجيه انه يشوطها، بتتشاط في نص الجول. الجول كيبر بيطلعها لركنية، بتلعب الركنية بشكل معقول،
بتتلخبط وسط دفاع يانج افريكانز، بيصلحها تريزيجيه لاليو ديانج اللي بيشوط اي حاجه في اي حاجه، بتخبط وتخبط في لعيب وتخبط في العارضه وتدخل الجول 1-1. تمام تمام. توقيت ولا اروع ولا اروع ولا احسن ولا اجمل. طب يلا بقى زق لقدام، انت معاك الافضليه، معاك كل حاجه. الاهلي مش بيزق لقدام، الاهلي مش عايز، الاهلي بيعمل تغييرين على الورق، تغييرين هجوميين، ولكن كشكل وفورمات في الملعب ما حسيتش باي فرق. طلع طاهر المؤذي بصريا ليا انا شخصيا، يعني هو لعيب انا بحترمه على المستوى الشخصي، لعيب كاريزما شخصيه وابن ناس ومحترم وكويس كل حاجه، ولكن على مستوى الكره اذى بصري. تقدر تقول عليه انه فعلا لعيب ما عندوش اي نوع من انواع الابداع والامتاع. وغير كده كمان مش مطلوب ان يبقى عنده الاثنين دول، لو ان هو المفروض يبقى في مركز بيتيح له ان هو لازم يبقى عنده نوع من انواع الابداع، ولكن حتى على مستوى القرارات كلها غلط. بيطلع طاهر وبيطلع مروان عطية المنهك المجهد تماما، بينزل محمد علي بن رمضان وبينزل ايضا اشرف بن شرقي. نظريا انت طلعت لعيبه ما عندهاش كوره ونزلت لعيبه عندها كوره، ولكن انت الشكل هو ما اتغيرش في الملعب. ويانج افريكانز بيحاول ولكن مش قادر، مش عارف. كرة في منتهى الخطورة ليانج افريكانز من ناحية يمين الاهلي، لعيب يعدي من ياسر ابراهيم في ظل غياب لمحمد هاني عن التغطية، بيلعبها بالعرض. المهاجم بيطلع يحطها بدماغه وبدون ادنى رقابه، ولكن بره المرمى. ده اللي يدل على ان انت ما بتلعبش فرقه تخض، انت بتلعب فرقه عاديه جدا، فرقه عاديه جدا، فرقه كان ممكن تخلص عليك منتهى السهوله. ولكن انا ما اعرفش ايه الحكمه انك انت تلعب على التعادل او ما يبقاش عندك الحميه ان انت تكسب. مش عارف، الله اعلم. كالعاده يا ساده بيتصاب ياسر ابراهيم، كثير الاصابات كده كده، او شكلها خلفيه، فالخلفيه دي بقى فيها ايه؟ فيها حوالي شهر. كل سنه وانت طيب. بينزل مين بقى؟ بينزل احمد رمضان بيكهام، اللي هو وبيرجع محمد هاني واحمد رمضان ومصطفى او ياسين مرعي، الثلاثي خط ظهر. وبيطلع احمد سيد زيزو من الملعب وينزل احمد عيد، فبيلعب احمد عيد بقى وينج رايت او وينج باك رايت، ونبيل كوكا باك شمال. في النص ديانج وبن رمضان، قدامهم بن شرقي، تريزيجيه، مروان عثمان. الاهلي كده عمل 4 تغييرات من ال5 تغييرات اللي عملهم. ما فيش اي خطوره تذكر للنادي الاهلي، ما فيش اي كره بتتقدم من الفرقتين. مباراه تحس ان ده مش فارق معايا اكسب ومهم ما اخسرش، وده مش فارق معايا اكسب ومهم ما اخسرش. المباراه بتاخد بعضها وبتنتهي بعد يعني هقول لك ايه، هو مباراه ما فيهاش اي نوع من انواع المكاسب، غير ان انت استمراريه اخدان مصطفى شوبير لحراسه المرمى في ماتشات افريقيا اتمين زلط حقيقي. تفرق كتير قوي، تفرق كتير قوي لما تلعب ماتش يانج افريكانز الذهاب، وبعد كده تريح ماتش في الدوري قدام دجله، وبعد كده تلعب ماتش يانج افريكانز العوده. حتى لو هيريح ماتش البنك الاهلي في الدوري، ما عنديش مشكله ان حارس ياخد في افريقيا او حارس ياخد في الدوري، ويبقوا الاثنين رجلهم في الملعب. وما تقوليش استقرار مركز حراسه المرمى، لان اي حد وارد قوي انه يلعب في اي وقت، فايه المشكله لما يبقوا الاثنين رجلهم في الملعب؟ انا مش شايف بصراحه، عن نفسي انا مش شايف ان فيها مشكله. ده عن الماتش. سريعا بقى عن مشكله امام عاشور. بص يا باشا، بمنتهى البساطة وبعد الاعتذار، أنا يمكن ما طلعتش، التزمت الصمت تماما، اتفرجت على كل الميديا، القصة معروفة للكل، بصرف النظر عن القصة دي مدى صحتها أو مدى اختلافها مع الحقيقة. ولكن هو احنا قدام حقيقة واحدة بس، إن احنا كان عندنا إبراهيم سعيد أحسن لعيب في أفريقيا في سنة 2003 من وجهة نظر أنا. لعيب متكامل، لعيب لعب في كل حته في الملعب، وسرعه وقوه ومهاره وتصويات اللي انت عايز تقوله، على اللعيب ده. ولمجرد انك انت اختلفت معاه، ولمجرد انه طلع او خرج عن النص، انت مشيته في بداية موسم هو الأسوأ للنادي الأهلي، موسم 2003 2004 اللي كنا ملوشين فيه مع توني أوليفيرا. الموسم ده الأهلي كان زي الزفت، وكان سيء جدا، وبدايته كانت صعبة جدا. وابراهيم سعيد كان يعتبر هو احسن لعيب في الفرقه، وانت مشيته مشيته طلعته بره. وابتديت بعد كده عملت ميركاتو بعدها بكام شهر، جبت فيه ابو تريكه وحسن مصطفى، وبدات بقى اللي هو ايه، تبني فريق الاحلام اللي انت اكتسحت بيه الاخضر واليابس على مدار 10 سنين. ولكن انت مشيت لعيب مهم، او اللعيب هو الاهم، بس كسبت فرقه على مدار سنين، لانك بعد كده بقيت بتنتقي لعيب بناء على حاجتين: شخصيه وفنيه. والشخصيه قبل الفنيه، لان الشخصيه لو موجوده الفنيه ممكن تيجي،
ولكن فنيه بس من غير شخصيه. التاريخ اثبت لك ان مفيش حاجه اسمها لعيب كان مش ملتزم، لكن لما يجي الاهلي التزام 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 التزام. كلمه كهربا طبعا، احنا لينا عبره في صالح جمعه، محمود كهربا، امام عاشور، عمرو سماكه من قبلهم في السنين الجميله بتاعت ابو تريكه دي. عمرو سماكه ده كان جاي من الترسانه، هو بيسموه خليفه ابو تريكه. كلاعب هو كان احرف من ابو تريكه ومن احرف لعيبه مصر، ولكن هو ما التزمش وبالتالي مشي من غير ما حد يحس بيه. رايي فرصه لاداره الاهلي انها تخرج امام عاشور باعلى مقابل مادي، يفك لك ازمه السيوله الدولاريه اللي عندك الفتره دي، لان انت مخيش دولاريا. خلاص مخيش بسبب تسويه كولر، بسبب تسويه ريبيرو، بسبب عقد اسمه ايه ده، المدافع بتاعنا المغربي اللي مشي لسه من قريب ده، اشرف داري، وبسبب رضا سليم. اللعيبه اللي بتجيبها بملايين وتطلعها بملايين، بس انت ما بتطلعهاش انك تاخد فلوس، انت بتطلعها انك تدفع لها فلوس. فبالتالي فرصه انك انت الجمهور واقف معاك دلوقتي، اضرب على الحديد وهو سخن. اضرب على الحديد وهو سخن. طلع امام عاشور، بيعه بسرعه، هات اي فلوس، اخلص من اللعيب ده، وابتدي بقى ابني على نظيف، وبلاش عك، وبلاش عك. عموما نقطة لا تسمن ولا تغني من جوع. نقطة مخليك في وضع ترقب، لأن أنت عندك ماتش شبيبة القبائل هناك في الجزائر، عندك ماتش الجيش الملكي هنا في القاهرة. يعني كان ممكن تريح الدنيا بمكسبك النهاردة وفريق في المتناول، ولكن أنت فرطت في 3 نقط. معرفش فرطت فيهم ليه. واللعيبه طالعه بعد الماتش تمام وبيس وسلامات وبوس وكل حاجه. انا ما اعرفش، يعني ما اعرفش فرقه ان يعني ياستروب كان بيفكر في ايه، ولا اللعيبه اللي هي مش عارف، اللعيبه اللي مش عايز تلعب، ولا المليونيرات الفقراء كرويا عندنا دول اخرهم ايه. عموما هيبان في الفتره الجايه من تصرف اداره الاهلي مع امام عاشور فريق الكره رايح فين. مش فنيا التزام، مش فنيا تاني. فني هيأثر اوكي، بس معلش انا اسف، انا لعبت كاس العالم من غير امام عاشور، اللي هو اهم ايفنت في تاريخ النادي الاهلي، لعبته من غير امام عاشور. مع بين رمضان ده شوف اخره ايه، وانا جايب لعيب بملايين وبدفع له ملايين دولارات عشان يبقى بمستوى الهزيل ده. لا، انا عندي اوريدي بديل امام عاشور، ما تقوليش ما عنديش. حتى لو مش بنفس الكواليتي، هو بروفايل مختلف وليدنج في الملعب، تحس ليدر. واي نوت، ليه لا؟ ما تطلعه، ما كان كويس معاك واداك قبل كده. ليه لا؟ ليه ما احاولش ان انا اخلق البروفايل ده تاني او اظبطه تاني؟ عموما ده كان كل عندنا النهارده، نشوفكم ان شاء الله في مباريات لاحقه. ومره تانية اتمنى ان انتوا تشاركوني برايكم في موضوع امام عاشور ده. وانت بوجهه نظرك كمشاهد شايف اداره الاهلي المفروض تتعامل ازاي مع الوضع ده بعد ما اللعيب طلع واعتذر؟ وهل تقبل انت اعتذاره ولا هل ما تقبلش اعتذاره؟ نشوفكم ان شاء الله بعد مباراه البنك الاهلي يوم الثلاثاء المقبل باذن الله. تصبحوا على خير، السلام عليكم.